معكم بهذه المحاضرة اللي راح نسولف بها عن الإمبالانس. أوكي، المحاضرة راح تكون قصيرة شوية، لأن الإمبالانس يعني شيء يعني شرحه بسيط وسهل، مجرد إنك تفهم الفكرة وبعدها راح تنطلق بيه. زين، أول شيء IMB اختصار لكلمة imbalance اللي معناها بالعربي أوكي عدم التوازن. أوكي زين، افترض إنه هذا ميزان، تمام؟ هذا ميزان، هنا البايرز اوكي، وهنا السيلرز، هنا المشترين وهنا البائعين. زين، وافترض ان هذا الميزان هو السوق، اوكي، الماركت. فمثل ما قلنا هنا البايرز وهنا السيلرز. هاي هي الصورة النورمال الطبيعية للسوق، انه يكون يعني الكفوف متساوية، ماشي؟ يعني ما يصير هذا مايل لهنا ولا يصير هذا مايل هنا. اوكي، السوق من يمين الجهة، ماشي؟ اوكي خليني ارسم عدل. اوكي، السوق من يمين الجهة معناه انه السوق غير متوازن، يحتاج انه يعني يكون يرد التوازن اليه، تمام؟ يصير بالانس يعني. ف هذا الامبالانس شلون يصير؟ يصير من عدم التوازن بين اوامر البيع والشراء، البائعين والمشترين. يعني ماكو توازن يعني، ماشي؟ فلازم احنا انه نخلي الكفوف متساوية. حلو، زين. ماذا لو كان السوق غير متوازن؟ اوكي، بالانس. اوكي زين، ماذا لو كان السوق غير متوازن؟ اوكي، معناه هذا مثلا نرسم دائرة هنا، ماشي؟ افترض انه هذا هو السوق، السوق غير متوازن. اوكي، السوق خبط، الفراغ اللي تركه هنا لابد انه ينملي باي طريقة. اوكي، افترض ان هذا الامبالانس. اوكي، فالامبالانس شو راح يسوي؟ راح يسوي يعني جذب، يعني مثل المغناطيس يحاول يجذب هذا السعر يملي الفراغ اللي هنا، حتى لو يجي شوي وبوم، ماشي؟ يعني مثلا افترض انه هنا عندك مثلا منطقة عرض، وهنا مثلا عندك امبالانس. اوكي، هنا مثلا السوق هيك مثلا هابط قوية من شنو؟ قلت لك الامبالانس راح يحاول انه شو يسوي؟ يجذب السعر مثل مغناطيس، هيك مغناطيس. فشنو يحاول يجذب؟ اثناء ما يجذب، مثل ما قلت لك السوق انه هناك منطقة عرض، السعر يجيسها وبوم. زين، اوكي، شلون نعرف او شلون نتكون الامبالانس وشلون نحدد؟ ماشي، خلوني ارسم لكم شمعة خطأ. اوكي، خلوني شوي اتفنن بالرسم هاي المرة. اوكي، واحد، وهذا ثاني. زين، نجي نرسم مربع ثاني، ماشي؟ وهذا ثواني، يمكن شوي طويل بالرسم بس أهم شي يعني الفكرة توصل. أنا هذا الشيء المهم من يمي. أوكي، نجي ونرسم لنا الشمعة الثالثة. ونرسم لها أيضا الفيول مالتها، واحد، اثنين. حلو، خليني أحدد هاي، أحددها كلها. حلو، الامبالانس شنو هو أو شلون تحدده؟ مثل ما قلت لك
الامبالانس يتكون من عدم توازن، فمن يكون اكو عدم توازن السوق راح يهبط بهذا الهبوط القوي اللي انت شفته تو. بس خلنا شوي اقوي الخط، ما راح يصير هيك. اوكي مو مهم. تمام. فالامبالانس شلون يتكون؟ يتكون من هبوط قوي مثل ما تشوفون هنا. اوكي. طبعا الخط هذا صغير عقدني، المهم خلونا هيك. مثل ما تشوفون هاي الشمعة الخضراء تقدر تعتمدها كمنطقة طلب. ماشي. وعندنا شمعة حمراء كبيرة، عندنا شمعة حمراء كبيرة هبوط، يعني عندنا دروب قوي. فأنت بالطبيعي يعني إيش راح تسوي؟ راح تجي وتقول لي هاي المنطقة مالتي كمنطقة حرب، أقول لك أوكي. إذا قلت لك زين وين الإمبالانس؟ تقول لي شنو الإمبالانس؟ أنا أقول لك أو شلون ترسمه يعني. ركز وياي. هاي الشمعة 1، هاي 2، 2، هاي 3، 3. زين. أريدك تروح على الشمعة 1 هاي. طبعا مو بالضرورة إنه تكون خضراء، ممكن حتى حمراء، ممكن 3 شمعات حمر يعطينا امبالانس. المهم ضروري إنه أريد 3 شمعات، لازم 3 شمعات، مو تجيب شمعتين. المهم الشمعة الأولى الذيل مالتها تسوي لها خط، لا تجيبها حتى تسوي خط عدل يعني شيء مرتب. هذا خط حلو. الشمعة الثالثة عوف الثانية، هاي الثانية عوفة. الشمعة الثالثة تسوي خط على الذيل مالتها. هذا الفراغ هو الامبالانس، هذا الفراغ اللي ترك السوق اثناء ما هبط هاي الهبطه القويه. هذا الفراغ لابد انه يملي، لازم تمليه، لازم السعر يرجع يملي. تمام. ممكن طبيعي كلش انه يعبر يتخطاه. انا اريدك تدور على هذا الشكل، في نفس الوقت انت تدور وياه على منطقه عرض بحيث يجي يملي الفراغ هنا ويجي يستك منطقتك ويرتفع. اوكي. خلينا شويه نكرر نفس المثال بس بالعملية بالعكس الشراء. تمام. عندنا هنا. اوكي. عندنا هاي الشمعة حمراء. عندنا. اوكي. نجيب البيون. ماشي. واحد. واحد. هذا منه. هذا منه، هسه نجيب هذا الأحمر، خلي واحد هنا، خلي واحد هنا. خلينا نجي نرقمهم. أنت البداية ممكن تحتاج شوية صعوبة، فتحتاج إنه ترقمهم. هذا واحد، اثنين، ثلاثة. شمعة واحد جر خط من الهاي مالتها ذيل. الشمعة الثالثة جر خط من اللو مالتها ها خط. ماشي. الفراغ اللي هنا هو الامبالانس. فمثل ما قلت لكم الامبالانس يحاول انه يجذب السعر، فخلينا شوي نروح على مثال عملي. ماشي. خليني افتح لكم التشارت. حلو. مثل ما تشوفون حاليا هذا هو الجي جي بي واي. ماشي. وهذا التشارت مثل ما تشوفون. ماشي. هنا طبعا عندنا الليكويديتي، هنا اسمع لكم منه. اوكي. عندي هنا منطقتين، عندي هاي المنطقة، عندي هاي المنطقة. خلونا نمسح هاي، ركزوا على هاي. مثل ما قلنا 3 شمعات. اوكي. هاي وحدة الخضراء، وحدة الحمراء، هاي اثنين، هاي 3. ماشي. أه... نجيب هاي هنا واحد. ماشي. او خلونا نحدد الامبالانس اللي يعني. ماشي. دقيقة. اوكي. هاي هنا هذا ذيل واحد، نفس الخط هيجي. ماشي. وإذا هذا الذيل ماشي جينا نسوي هذا هو الإمبالانس. اوكي. والإمبالانس هذا صار بي عمليا تقريبا شبه الملء، بس مو ذاك الملي اللي احنا ندور عليه. ممكن تعتبره في تصحيح أو بوباك صغير، تقدر شوية حركة تجي سهلة يعني. بعد شوية حركة نحتاج أكثر. ماشي.
زين نجي هنا، خلينا نمسح هاي. طبعا الامبالانس موجود يعني كثرة، من أقول لك كثرة يعني بكثرة، ماشي. فقلت لك مو شرط إنه خضرة هاي، هاي خضرة بس ماكو امبالانس. هذا أنا أعتبر هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، فما تقدر يعني ما تقدر ترسم. أوكي يعني وين ماكو. فنعتبر هاي الحمراء واحد، واحد اثنين ثلاثة، بسيطة كلش. هاي الشمعة الأولى خط على الذيل مالتها، الشمعة الثالثة خط على الذيل الهاي مالتها، وهذا هنا عندنا الامبالانس. مثل ما تشوفون أنا حاط له اختصار، هذا امبالانس هنا. أوكي. دائما يدورون على مناطق العرض اللي بيها، أو مناطق العرض طالما اللي بيها امبالانس. هذا الشيء راح يعني يساعدكم هواي. أوكي زين. آه هنا ماكو توازن. أوكي هذا هنا شوف منطقة الطلب اللي هنا، هاي واحدة اثنين ثلاثة ماشي، ونسوي ماكو لأن هنا أصلا يعني اكو ذيل بعد ما يصير ماشي، يعني ماكو فراغ أصلا، فيعني منطقة متوازنة. أوكي. هنا أكو امبالانس بس خفيف يعني. أوكي. لا لا عفوا ما شفته صح. أوكي. آه هذا هنا امبالانس. أوكي هذا، وهاي الشمعة الحمراء واحد، خضرة اثنين، هاي الحمراء ثلاثة. هذا امبالانس. شوف ما إنه يكون صغير هو، تصير فكرة ثابتة إنه هذا المنطقة عبارة عن يكون مغناطيك، أو يعني إنه مغناطيس. كل الأحوال السوق لازم يرجع يملي يعني، مو لازم السوق يعني كيف يصير، بس غالبا يعني فالسوق إنه سوى ملا. أوكي. ف مثل ما قلت لكم هو عبارة عن مغناطيس هنا، فيسحب أي شيء يعني. شو هذا كلبة يسوي هيك كيف. المهم فأنا هنا حطيت منطقتين. أوكي هاي المنطقة بها imbalance قوي، هذا واحد، هذا اثنين ماشي، يعني هذا الحد، بس المنطقة مملية. اوكي خلي شوي نتني هاي منه. اوكي المنطقة هاي مملية، شوفوا هذا الامتداد اللي هنا هو مملي يعني. فعموما أتمنى وصلت الفكرة. اوكي هسه علمتك انه شنو الامبالانس وشلون تستفاد منه وشلون يعني ترسمه. الباقي انه تحتاجه من تحدد المناطق والعرض والطلب مالتك، يفضل انه يكون بها امبالانس حتى السعر يجذب. بس خلينا شوف كل شيء سريع صار على اليورو اس دي. اوكي مثلا تشوفون هذا هو المنطقة العرض بس على فريم 4 ساعات، فتشوفون مغطي كل شيء. هنا السعر سوى بإمبالانس، هذا واحد، هذا اثنين. اوكي الإمبالانس جاذب السعر، جاذب السعر المن منطقة العرض نفس الوقت مرتدم منطقة الفرص. حاليا هاي هي الفرص المتوفرة على اليورو يو اس دي، عشان الله أعلم شنو يمكن يصير قبل. فيس ماشي، فأنت دائما تخليك حذر المناطق اللي بيها امبالانس يعني. هسه شوف هذا امبالانس كلش 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 قوي. اوكي أنا طبعا فيديو سابق، مو قناتي هاي أتوقع، شارح إنه عن هاي المنطقة، هاي المنطقة تمام قبل ما يصير هذا كله. فأتوقع إذا كسر هاي المنطقة فهو رايح يا هاي يا هاي. أوكي بسبب هذا الامبالانس أو المغناطيس القوي اللي صار هنا. أوكي هذا السبب الجذب اللي أنا أعتبره. أوكي فلهنا أتوقع أنه وضحت كل شيء بخصوص عدم التوازن الامبالانس. شكرا للمشاهدة. قبل كل شيء أتمنى أنكم تضيفوني على الانستغرام مالتي. أوكي أنزل بفيديوهات تعليمية وبوستات تعليمية، وأيضا أجاوب على أسئلتكم إذا عندكم أي سؤال. تشرف بالجميع هنا. شكرا جزيلا، شكرا إن شاء الله بالمحاضرة الجاية. مع السلامة.